السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سامح المرشدي من المطبخ في حلقة جديدة. والنهاردة هنجرب تجربة جديدة، قلت أجربها معاكم تشوفوها معايا ونعرف هي هتنجح ولا هتفشل. التجربة دي محدش عملها قبل كده في الدنيا كلها، ألا وهي ورق عنب بالطعمية، ولا برز ولا بلحمة مفرومة ولا الكلام الحلو ده، لا بالطعمية. وادي ورقة العنب محشية طعمية وفي الزيت بتتقلي، وهنستفاد بقى ايه الصح وايه الغلط. شفت لونها بدأ يغير والطعمية باينة اهي من ورق العنب، وتقلبها في الزيت. ايه بقى الغلطة اللي حصلت يا معلم؟ الغلطة ست الكل وسيد الكل، ان النار كانت عالية، المفروض تهدي النار. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تملاش ورق العنب بالطعمية. يعني خد حتة طعمية صغيرة كده في ورقة العنب ولفها. والورق العنب ده كان طازة ولا مسلوق ولا حاجة، لونه بدأ يغير اهو. طبعا الصغنونة خالص دي كانت تحفة، الكبيرة دي عشان فيها طعمية كتير. هي كانت حلوة، بس كانت عاوزة تستوي سنة زيادة عن كده. فلو الطعمية أخف فيها كانت هتظبط عن كده. تجربة جديدة، قلت هشوف هتنجح ولا هتفشل معاكم، محدش عملها قبل كده. وطبعا بكرة تلاقي الدنيا كلها بتجربها ويقول لك أنا صاحب الاختراع ده. ما تنسوش تقولوا لهم والنبي ان انا صاحب الاختراع ده، مش هما. وانتوا عارفين كتير منهم بيعملوا الكلام ده. والله تجربة لذيذة وعجبت ابني الصراحة، يعني قعد ياكل منها بالهنا والشفا. يا للهول الاستاذ يوسف وهبي بقى لما يدخل على الخط، معلش انتوا عارفيني. وطبعا بتبقى واقف في المطبخ مش فاهم حاجة وشعرك منكوش ومبهدل. ما انت بتطبخ يا بيه، يا بيه خش المطبخ وجرب. وانتي جربي في المطبخ، ونجحت فشلت، المهم ان انت تجرب حاجة جديدة، عاملها بنفسك، اختراعك، افتكاساتك. ما يهمكش ان الحاجة تنجح تفشل، المهم جرب. هو احنا في الحياة ليه؟ مش عشان نجرب حاجات جديدة. وهو ده الابتكار، ان انت تعمل حاجة جديدة محدش عملها قبل كده ولا فكر فيها قبل كده. يا ريت تقولوا لي رأيكم ايه، ممكن تعملوها لما تعملوهاش. طبعا في ناس هتهاجم، ناس هتقول والله فكرة كويسة. قول لي رأيك بغض النظر ايه هو رأيك. وما تنساش ان احنا في الحياة عشان نجرب. وهو بطلعها اهو من الزيت والحركات. وشوف بقى ايه المشكلة في النار العالية ايه. وان كانت كتير الطعمية، في حتة كده في ورق العنب اتلسعت سنة. تمام. ودي الطعمية لونها بني اهي الصغنونة دي، طبعا سخنة ملهلبة. ملهلبة يا لهاليبو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بتشوفني وانا باكل؟ شوف يا حبيبي، شوف، اللهم صل على النبي. والله لذيذة، صدقني لذيذة. جرب الطعم ده، الميكس ده، ورق العنب مع الطعمية. بس عاوز اقول لك على حاجة، كانت عاوزة عصرة ليمون الصراحة. الصراحة كانت عاوزة عصرة ليمون. دي الكبيرة بقى اللي بقولك عليها، كانت عاوزة ايه؟ بص اللون الطعمية فاتح، بس العجيبة انها ما تحسش انها نية، يعني مستوية بس على الهادي. مش نية ومش محروقة، هي يعني هي حلوة، والله حلوة. اه قاعد الهط اهو في الفيديو قدامكم وزي الفل. طبعا انا سجلت بصوتي على الفيديو، لان صوت الفيديو باظ منهم لله، عينيهم